السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. نتكلم عن رامي بن سبعيني الدولي الجزائري الذي قدم مباراة في القمة اليوم ضد فرايبورغ. رامي بن سبعيني لم يلبث كثيرا وقدم أسيست رائع لفريقه، أسيست من الدفاع مباشرة نحو الهجوم. رامي بن سبعيني وبلحظات فقط سجل الهدف الثاني لفريقه برأسية محكمة. رامي سجل واحتفل بطريقة رائعة بهدفه الخامس والعشرون في مسيرته. مدافع سجل 25 هدف، هذا أمر رائع ورائع جدا. لعب 90 دقيقة، سجل هدف، قدم تمريرة حاسمة، 7 مساهمات دفاعية، 3 تشتيتات ناجحة، 8 كرات مستردة، كسب 10 التحامات أرضية، كسب 2 من 3 التحامات هوائية، خلق 2 أو فرصتان محققتان للتسجيل، 63 تمريرة بدقة 89%، مراوغتان ناجحتين. هذا أمر وإحصائيات رائعة جدا. هو رجل للمباراة، تحصل على تنقيط 9.3 من 10 كأفضل لاعب في المباراة ككل، وفازوا ب4-0. هم وصفاء البوندسليغا خلف الباير. دورتموند سيلعب بطبيعة الحال دوري الأبطال الموسم المقبل كعادته، دائما ما يشارك في هذه البطولة. رامي بن سبعيني تألقه جاء في توقيت رائع وجيد جدا، يرفع من مستواه ويرفع من تفاؤله ومن قدراته قبل كأس العالم بأيام معدودات. هذا أمر جيد وجيد جدا لرامي بن سبعيني ولدفاع المنتخب الجزائري. برافو رامي بن سبعيني، نقول لك كمل بهذا المنوال، راك في الطريقة الصحيحة، ونتمنى لك كل التوفيق مع دورتموند ومع المنتخب الجزائري. سلام.